صباح الخير. امبارح كان حلقة سيد عبد الحفيظ مع كابتن ابراهيم فايق. كان الكابتن سيد عبد الحفيظ منفعل جدا وبيتكلم على التحكيم، خصوصا في ماتش الاهلي والبنك الاهلي. ان الاهلي ليه هدف صحيح لرامي ربيعة، وان في ضربة جزاء لياسر ابراهيم. وكان منفعل جدا وبيتكلم ان الحكام حافظه مش فاهمه، ولازم الحكام تتعاقب، وليه الاهلي دايما يتظلم، وليه الاهلي دايما بيتظلم في ماتشات البنك الاهلي. فانا كنت عايز اوصل بس رساله للكابتن سيد عبد الحفيظ. حضرتك ليه يا كابتن سيد ما اتكلمتش على اخطاء اللي كانت في صالح النادي الاهلي الماتشات اللي قبلها؟ انا اعتبر ان كلامك صحيح، وان الاهلي كان ليه ضربه جزاء، وان الاهلي كان ليه هدف صحيح لرامي ربيعه. طب حضرتك الماتشات اللي فاتت اللي كان فيها بقى كوارث، مش اخطاء تحكيميه، كان فيها كوارث وكانت لصالح الاهلي والاهلي فاز بيها، ليه حضرتك ما طلعتش اتكلمت؟ وان الاخطاء دي برضو استشهد بالناس اللي هم الحكام اللي بعد الماتش، زي ما استشهد دلوقتي وقال ان الحكام كلها قالت ان هدف رامي ربيعه صحيح. ليه ما اتكلمش وقال ان الحكام برضو اتكلمت بعد الماتش على الكارثه بتاعت يحيى عطيه الله، الهاند بول اللي كانت جوه ال 18 ضربه جزاء؟ ليه ما طلعتش اتكلمت عليها؟ ليه ما اتكلمش على ضربه الجزاء بتاعت زد، واللي اتشاط رجله جوه منطقه الجزاء، والحكم ولا حتى الفار رجع لها حتى ولا اتكلم فيها خالص؟ ما دي من الكوارث التحكيميه، وكسبت الماتشات دي وبالاخطاء دي. فزي ما حضرتك بتعترض على التحكيم، اتكلم لما التحكيم بيجي في صالح الاهلي. عايزك تطلع تتكلم يا كابتن سيد وتقول ان الاهلي النهارده اتجامل، او الفريق اللي قصادي اتظلم النهارده. فانا رايي يا كابتن سيد بصراحه، لو حضرتك تتكلم على مستوى الاهلي السيء. ان الاهلي تقريبا ما كانش بيوصل للجون غير طول الماتش كله بكوره تقريبا او كورتين طول الماتش. فانت بتتكلم ان الاهلي مستوى سيء جدا، فبلاش التحكيم. الناس جت اتكلمت على التحكيم انه خدم الزمالك في ماتش البنك الاهلي. الزمالك محسوب عليه يا جماعه ضربتين جزاء واتحسب له ضربه جزاء. ضربتين جزاء اللي اتحسبوا على الزمالك منهم واحده اللي المهاجم دايس على دماغ محمد عواد، وجم بعد الماتش قلبوا الدنيا على الحكم محمد عادل وتوقف عن التحكيم دلوقتي، والموضوع فيه محاكم وقضايا شغاله دلوقتي مع الكابتن ابراهيم فايق. يا جماعه ما الزمالك يعمل ايه؟ يعني الزمالك تقريبا كل ماتش تقريبا بيتظلم وما بيتكلمش او مش عارف يتكلم. فالاهلي يا ريت يتكلم. الافضل يعني انا رايي انه يتكلم على اداؤه السيء، ان الاهلي ما بيوصلش للجون كتير. مستوى الهجوم كله بتاع الاهلي سواء كهربا او حسين الشحات او تاو او غيره الناس اللي بتلعب كلها مستواهم سيء جدا. فيا ريت الافضل يا كابتن سيد تتكلم على اداء الاهلي وتسيبك من التحكيم خالص، عشان موضوع التحكيم ده كلنا عارفين اللي فيها وفاهمين الدنيا، وان الاهلي لو بيجي ضده فهو في المقابل هو بيجي في صالحه كتير قوي قوي. فيا ريت يا كابتن سيد تركز بس مع الاداء الاهلي وتبعد عن التحكيم شويه. وانا رايي برضو الانديه كلها حتى الزمالك، يعني انا راجل كزملكاوي برضو انا ما بحبش اعلق على التحكيم، خصوصا ان احنا اساسا الزمالك وحش. يعني حتى الزمالك وهو بيكسب الفتره اللي فاتت الزمالك وحش جدا. فيا ريت ما نتكلمش عن التحكيم يا جماعه كده، وزي ما التحكيم سيء الاهلي والزمالك سيئين.